السلام عليكم ورحمة الله. لما تكون قاعد مع واحد صاحبك أو مجموعة من الأصدقاء أو حتى ناس ما تعرفهمش، القعدة دي بيكون فيها مواضيع كتير. يمكن بنتكلم في السياسة شوية أو في الكورة، والجزء الأكبر من القعدة دي إننا بنجيب في سيرة زيد وعبيد ونطاط الهيد. يعني ما بنسيبش حد في حاله لحد ما تلاقي واحد فتح موضوع عن التاريخ ويقول لك زمان كان بيحصل كذا وفلان عملوا فيه كذا. ساعتها هتكتشف الكارثة إننا تعرضنا لتشويه التاريخ، وأنا كنت واحد من ضحاياه في يوم من الأيام. ولازم ندرك الحقيقة المرة، أننا لا نعلم شيئا عن تاريخنا إلا القليل، وحتى القليل ده في أغلبه مزيف ومزور. وهتلاقي إن دول العالم رغم الاختلافات الكتير اللي بينهم لكنهم اتحدوا على تشويه التاريخ الإسلامي، وده دليل إنهم مذاكرين تاريخنا كويس قوي أكتر مني ومنك. ومع الأسف هنلاقي إن أعداء الإسلام والمعاونين ليهم مننا حاولوا تشويه الشخصيات العظيمة الإسلامية اللي أثرت وغيرت من مجرى التاريخ. هتلاقيهم حاولوا تشويه الرموز الإسلامية العملاقة والشخصيات العظيمة اللي ياما حاولت إنها تدافع عن المسلمين، وفي سبيل كده تعرضوا للمعاناة والأزمات، عاشوا حياتهم في كفاح ونضال وجهاد ضد أعداء الإسلام. إحنا بقى يا ترى عملنا إيه؟ إحنا مع الأسف خلينا القصص بتاعتهم أضحوكة، الناس كل ما تسمعها تتريق وتضحك عليها. هو ده اللي إحنا عملناه، وهو ده كان تكريمنا لعظماء تاريخنا وأبطالنا اللي ضحوا بحياتهم علشاننا. ومن ضمن الشخصيات دي الريس حميدو أو ابن حميدو. معكم عمرو نصر، ويلا بينا نعرف تفاصيل الحكاية. الريس حميدو أو ابن حميدو لما بنسمع اسمه بنفتكر على طول الفيلم القديم للممثل إسماعيل ياسين، اللي استخدم اسم القائد البطل والقبطان الشجاع علشان يعمل منه شخصية كوميدية هزلية الناس تتفرج عليها وتسخر منها. وإن كان إسماعيل ياسين عمل كده وهو قاصد فأكيد ربنا هيديله جزاؤه، وإن كان عمل كده بدون قصد وعن جهل فأتمنى إن ربنا يغفر له ويغفر لنا. لكن في معلومة عايزك تعرفها كويس قوي، إن الفيلم ده كان فيه بعض الأجانب مشاركين في إنتاجه. يعني معلومة كده على الماشي علشان بس تعرف إن كل حاجة مدبرة ومخطط ليها، مفيش حاجة معمولة للصدفة. الرئيس حميدو صاحب أروع الانتصارات والإنجازات في البحرية الإسلامية كلها، وكان واحد من أعظم قادة البحر اللي قدر انه يفرض السيطرة الكاملة على سواحل البحر المتوسط. مش كده وبس، ده كمان اجبر الدول الاوروبية على دفع الجزية للمسلمين. انت متخيل ان انجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال كانوا بيدفعوا جزية سنوية للمسلمين ان ابن حميدو يسمح لهم بس بالمرور في البحر المتوسط؟ اتولد ابن حميدو في حي القصبة بالجزائر 1770، وكان ابوه مجرد خياط بسيط، لكن كان دايما يحكي له عن بطولات المسلمين والبحرية الإسلامية في البحر المتوسط. لحد ما عشق ابن حميدو البحر، فكان كل يوم يروح الشاطئ ويشوف الأسطول الإسلامي الجزائري اللي كان صمام الأمان، وكان خط الدفاع الأول والحصن الحصين لكل سواحل المسلمين. وفي الفترة دي بدأ نجم البحرية الإسلامية في الجزائر يظهر. وفي يوم ابن حميدو بيقول لأبوه إنه نفسه يكون بحار في الأسطول الإسلامي بالجزائر. وبالفعل لما وصل ابن حميدو لسن 22 سنة أصبح ضابط في البحرية الإسلامية بالجزائر، وشارك معاهم في كل المعارك البحرية، مش في البحر المتوسط بس، لا ده كمان دخل المحيط الأطلنطي ووصل الأسطول الإسلامي الجزائري حتى سواحل اسكتلندا. وفضل ابن حميدو يترقى في المناصب العسكرية شوية بشوية لحد ما أصبح قائد للأسطول وأمير البحر، وده كان في منطقة وهران بشمال الجزائر. هنلاقي ان ابن حميدو استغل الفوضى اللي كانت فيها اوروبا بعد الثورة الفرنسية انه يطور ويقوي الاسطول الاسلامي الجزائري. وفي احد المعارك البحرية مع الاسطول البرتغالي قدر ابن حميدو انه يستولي على سفينة برتغالية ضخمة جدا اسمها البرتقيزة، وكان فيها 44 مدفع. لكن الاسطول البرتغالي ما قدرش انه يسترجعها لانه كان قدام بطل شجاع
مش مجرد شخص عادي. وبعد فترة ظهرت دولة جديدة وقتها اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي حبت تستعبط كده وتفرد عضلاتها في المياه المسلمة. وهنلاقي إن الأسطول الأمريكي عبر مضيق جبل طارق ودخل البحر المتوسط بدون استئذان أمير البحر وقتها ابن حميدو، اللي كان واقف ساعتها في عرض البحر المتوسط ومعاه سفينتين بس. أيوة سفينتين بس قدام الأسطول الأمريكي بجبروته. لكن الأسطول الأمريكي لما بص كده لابن حميدو قال هو ده بقى ابن حميدو اللي عامل قلق ورعب لأوروبا، واقف كده في عرض البحر ومعاه سفينتين بس. لكن ما كانوش لسه يعرفوا قوة البطل والقبطان الشجاع ابن حميدو، اللي قدر انه يدمر 3 سفن أمريكية، وقدر كمان انه يستولي على سفينة أمريكانا الكبيرة اللي كان ليها شنة ورنة في الأسطول الأمريكي. والاسطول الامريكي انسحب لانه اتخض من الموقف وما عرفش يرجع السفينه. وطبعا اللي حصل ده كان بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه كارثه عسكريه بكل المقاييس. وكان ابن حميدو بيتحرك في البحر المتوسط بسرعه جدا لدرجه انه كان حافظ كل مكان في البحر المتوسط وعارف اماكن الجزر المنتشره. وكمان بيقال ان ابن حميدو كان بيرسم سواحل جنوب اوروبا وشمال افريقيا وهو مغمض عينيه. وفي 1785 ارادت الولايات المتحده الامريكيه الانتقام لكرامتها والانتقام من الجزائر، تحديدا البطل الجزائري العظيم ابن حميدو. وارسلت الولايات المتحده الامريكيه اسطول بحري كامل الى منطقه قادش في شمال الجزائر، وكانت معركه بحريه عنيفه. قدر ساعتها ابن حميدو انه ينتصر على الاسطول الامريكي، لان الاسطول الامريكي كانت السفن بتاعته ضخمه جدا وتقيله وصعب انها تتحرك بسهوله، كانت بتاخد وقت في الحركه يعني. اما الاسطول والسفن الجزائريه اللي صممها ابن حميدو كانت خفيفه وصغيره في الحجم، فكانت اسرع واسهل في الحركه. وقدر ابن حميدو انه ينتصر انتصار ساحق على الاسطول الامريكي ويدمر 13 سفينة. انت متخيل ان الاسطول الجزائري قدر ان هو ينتصر على الاسطول الامريكي مرتين؟ انت متخيل ان الجزائر العظيمة والاسطول الجزائري العظيم قدر انه ينتصر على الولايات المتحدة الامريكية؟ والكلام ده ما كانش مرة واحدة بس، دول كانوا مرتين. يعني انا بستغرب من الناس اللي بتتهكم على الجزائر وبتشتم الجزائر. يعني انا بسأله سؤال، اين كان اجدادك؟ فين أجدادك في الوقت اللي كانت فيه الجزائر بتذل الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين كان أجدادك في الوقت اللي كان الأمريكان بيترعبوا بمجرد بس ذكر اسم الجزائر قدامهم؟ هي دي الجزائر العظيمة، وهم دول أبطال الجزائر اللي ياما ساهموا في حماية المسلمين، خاصة السواحل الإسلامية في البحر المتوسط. وبيقول المؤرخ هنري لويس جيتش في جامعة أكسفورد أن الأمريكان كانت تصيبهم حالة من الذعر لمجرد سماع اسم الجزائر. وفي يوم 5 سبتمبر 1795 حصلت معاهدة صلح بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، والمعاهدة دي كان الممثل فيها هو الداي أو الوالي العثماني في الجزائر، اللي أصر على وجود الريس حميدو علشان يكتبوا مع بعض نصوص المعاهدة. لكن الأمريكان رفضوا، ده كان بالنسبة لهم إهانة كبيرة لأن ابن حميدو انتصر عليهم مرتين. لكن الامريكان اضطروا ورجليهم فوق رقبتهم انهم يوافقوا على حضور الرئيس حميدو، اللي قدر انه يكتب شروط قاسية في المعاهدة دي. يعني مثلا ان الولايات المتحدة الامريكية تدفع 62 ألف دولار جزية سنوية للجزائر. انت متخيل ان امريكا العظيمة، امريكا سيدة العالم، بتدفع 62 ألف دولار لخزينة الجزائر؟ مش كده وبس، أصر ابن حميدو إن مفيش أي سفينة أمريكية تعبر مضيق جبل طارق أو تدخل البحر المتوسط إلا بعد تفتيش كامل من الجزائر وبإذن من الجزائر. وعايزك بقى تعرف معلومة في منتهى الخطورة والجمال، إن دي المعاهدة الوحيدة اللي كتبتها الولايات المتحدة الأمريكية بلغة غير اللغة الإنجليزية، لأن ابن حميدو أصر إن المعاهدة تتكتب باللغة التركية. وفضلت الأمور ماشية على كده لمدة 20 سنة، والأمريكان وهم صاغرين بيدفعوا الجزية السنوية للجزائر، والفلوس دي طبعا بتكون في خزينة الجزائر، لحد ما تولى جيفرسون رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، اللي رفض استمرار دفع الجزية واعتبر إنها يعني إسلال كبير جدا وإهانة كبيرة للأمريكان. وقررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تحارب الجزائر، وبالفعل أعلنت الحرب عليها. والرئيس حميدو رغم انه كان كبر في السن لكن اصر على مقاومة ومحاربة الاسطول الامريكي.
وكانت الغلبة هتكون للأسطول الجزائري لولا إن الأمريكان عرفوا مكان السفينة اللي كان فيها ابن حميدو، وأمر قائد الأسطول الأمريكي إن كل مدافع الأسطول تصوب ناحية السفينة اللي كان فيها ابن حميدو، اللي طبعا استشهد في المعركة دي. وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة طلب من جنوده والمقربين ليه إنهم يرموا جثته في البحر المتوسط. وده كان يوم 16 يونيو 1815، وصلى عليه الشعب الجزائري صلاة الغائب، وانتشر الخبر في كل العالم الإسلامي. وبيقول المؤرخ التركي يلمز إستونا في الجزء الأول من كتابه إن السلطان العثماني كان يبكي بكاء شديد لمدة 3 أيام حزنا على فقدان البطل والقبطان الشجاع ابن حميدو، وأعلن الحداد. هي دي حكاية البطل ابن حميدو، فخر البحرية الإسلامية. هي دي حكاية أبطال الجزائر العظام اللي ياما دافعوا عن المسلمين وضحوا في سبيل كده بدمائهم وأرواحهم. وهنلاقي إن الشعب الجزائري تكريما وتخليد لذكرى البطل ده أطلق اسمه على حي كامل غرب الجزائر. ولكن مع الأسف ناس كتير وشعوب كتير من المسلمين ما يعرفوش حاجة عن البطل العظيم ده. رحم الله الرئيس حميدو ورحم الله أبطال الجزائر. إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم للناس بها من مكروه. ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. ولحد ما أشوفكم في حلقة جديدة، اوعى تخلي حد يضحك عليك. إلى اللقاء.